السلام عليكم حبايب قلبي، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. هنعمل مع بعض شوية جمبري، وهنعمل كمان رز بشوربة الجمبري بطريقة جميلة وبسيطة جدا. اول حاجة هنجيب الطاسة او الصينية بتاعتنا، نحط فيها شوية زيت. بعد كده هننزل ببصلاية متقطعة او مبشورة. هنبدأ نشوحها كده يدوبك تدبل، بس مش هنحمرها يا جماعة. الطريقة دي صراحة انا بفضلها، بتبقى جميلة، وان انا باخد الشوربة بتاعة الجمبري بعمل بيها شوية رز، بيبقوا صراحة طعمهم بيروح في حتة تانية خالص، باستثناء اللي هو الرز الابيض او الرز الصيادية. هنبدأ نشوح البصل تشويحة بسيطة كده. في الوقت ده بنكون مجهزين جزراية مبشورة علشان تدينا نتيجة افضل. نبدأ برضو نشوح البصل مع الجزر يا دوبك بس يدبل. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس. هنقلب بس تقليبتين كده دوبك ريحة الثوم بس تطلع معانا كده، قبل ما نبدأ نحط الجمبري بتاعنا. طبعا بنكون مجهزين الجمبري وغسلينه. انا طبعا النهاردة هنعمل جمبري صغير، يعني زي ما بيقول كده جمبري الغلابة. هنشوح تشويحة بسيطة كده بس ريحة نكهة الثوم بس تطلع كده. هننزل بقى بالجمبري ونبدأ نشوحه لحد ما اللون يبدأ يتغير وياخد من لون البصل والجزر. تبدأ الجمبريه معايا كده تبدأ تاخد اللون البرتقاني. هننزل بقى بمعلقة ملح صغيرة، معلقة كمون على كزبرة، وهنقلب شوية صغيرين تاخد بس الجمبري ياخد اللون بتاع الجزر كده. وهو عامة ما بياخدش سوا اصلا، هو 10 دقايق بالظبط بتلاقيه استوى، سواء حجمه كبير او صغير. طبيعة السمك اصلا ما بياخدش وقت في التسوية. صراحة بتبقى الفكرة جميلة جدا وبسيطة، ونحب ان احنا نغير من وقت للتاني. مش لازم ان احنا نعمل وصفات غالية مكلفة. مش لازم نجيب الكيلو ابو 400 500 جنيه، برضو اللي هو جمبري الغلابة ده هيقضي الغرض. ما يبقاش ان احنا محرومين من شيء معين. اول ما يبدأ ياخد اللون معايا البرتقاني كده او اللون الاحمر، لون الجمبري يتغير معايا، هنبدأ ننزل بالمية المغلية يدوبك نغطيه بس بالمية، ونسيبه يغلي 10 دقايق. وبعد كده بنطفي عليه بيكون هو استوى وجاهز للأكل. طبعا هو ليه طرق كتير، بس انا فضلت ان انا اعمل الطريقة دي علشان هاخد الشوربة بتاعته وهستخدمه ان انا هعمل بيه شوية رز. نزلنا بالمية المغلية، هنغطيه بس يا جماعة مش كتير، وبعد كده هنسيبه 10 دقايق يغلي على النار. هو كده استوى معايا. عديت الوقت بتاعي 10 دقايق يا دوبك، وانتي جنبك بس على ما تجهزي الرز بتاعك وتغسليه بيكون هو استوى. هبدأ بقى غسلت الرز، هنبدأ ننزل عليه، نمسك الشوربة بتاعت الجمبري هنبدأ نصفيها طبعا من أثر الجزر والبصل اللي فيه. هنبدأ بقى نصفيها وناخد الشوربة بتاعتنا علشان نسوي بيها الرز. انا حطيت نص معلقة كبيرة، يعني معلقة صغيرة من الكركم علشان اعزز اللون شوية، علشان الشوربة مش هتديني اللون الاصفر بتاعه. فانا دي حاجة اختيارية حسب الرغبة بتاعتكم، لكن انا عشان كنت كمية الرز اكتر من السائل بتاعه كمية الشوربة، حطيت شوية كركم لتعزيز اللون. نزلت بقى ايه بشوية زيت وقلبت الرز بتاعي كويس جدا علشان يتغلف كله بالكركم، ويبقى الحب بتاعه كله لونه موحد، ميبقاش فيه حباية بيضة او حباية صفرة، يبقى كله بنفس درجة اللون. قبل ما انزل عليه بالسائل بتاعي، لو كنا في الاول ممكن حطينا شوية الزيت مع الكركم برضو كان هيدينا نفس النتيجة، بس انا ده اللي عملته، حطيت الرز نزلت بالكركم، بعد كده شوية الزيت ونزلت بالشوربة بتاعتي. انا حطيت طبعا الرز بتاعي بياخد العبار، يعني العبار قد عبار مية.
طبعا ده الرز بيختلف حسب نوع الرز اللي عندك. نزلت بقى بكمية الملح، سيبته بقى يغلي على النار. طبعا اصلا الشوربة كانت بتغلي، فما اخدش معايا وقت في التسوية. اول ما بدأ يغلي هديت على النار لحد ما استوى. طالع الرز صراحة جميل، شكله اصلا يعني يفتح النفس كده ومفرفر. ريحته كمان جميلة جدا. هنبدأ بقى نقدمه مع الجمبري بتاعنا ومع الشوربة بتاعت الجمبري. وبيبقى يعني صراحة كده كنوع من التغيير جميل. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى لو اي حد عنده فكرة كمان لطريقة العمل بتاعته يكتبها معانا في التعليقات. طالع صراحة المنظر يشهي اصلا ويفتح نفس اي حد ياكل. احنا يعني بنعمل تحديات كده مع نفسنا، مش لازم نحرم نفسنا ولازم نجيب حاجات غالية ومكلفة. بنعمل حاجات بسيطة. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى اكون افدتكم. مكملين بإذن الله مع بعض في وصفة جديدة، والسلام عليكم.